مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بذكريات 2006 و2008. هل منتخب مصر مع كابتن حسام حسن هيقدر يتخطى عقبة منتخب كوت ديفوار للمباراة اللي هتكون بكرة ان شاء الله؟ ده اللي هنعرف تفاصيله وتوقعاتنا لنتيجة المباراة في حلقة النهاردة. اللي اول مرة يشوفنا يعمل لايك وشير للفيديو واكتبوا لي توقعاتكم لمباراة منتخب مصر امام منتخب كوت ديفوار في التعليقات، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. نبذة مختصرة كده عن مشوار منتخب مصر في أفريقيا الحالية اللي بتقام في المغرب. منتخب مصر قبل بداية البطولة ما كانش حد متوقع إن هو يعدي من دور المجموعات، أو جمهور الكرة المصري منقسم لقسمين، قسم بيأيد حسام حسن لمصلحة، والقسم الثاني خايف على سمعة الكرة المصرية مع كابتن حسام حسن، خصوصا إن منتخب مصر صعد أفريقيا والكأس العالم بدون أداء وبدون هوية الكرة المصرية. بس دخلنا افريقيا منتخب مصر في بداية البطولة قابل منتخبات مش اللي هي التوب ليفل، كان بيقابلها بشكل تكتيكي دفاعي بحت، وبيعتمد على الكرة الطولية باستخدام احسن جناح على مستوى العالم محمد صلاح، ده غير المهارات الفردية لعمر مرموش. منتخب مصر طول البطولة بيلعب دفاعي على هجمة مرتدة بالكور الطولية، مش هجمة مرتدة منظمة اللي هو تخرج بالكورة من التلت الدفاعي بتاعك لنص الملعب لنص ملعب الخصم او التلت الدفاعي بتاع الخصم. بس من بعد مباراة بنين الاخيرة اللي منتخب مصر تأهل من خلالها لدور ال16، خلاص قلنا منتخب مصر مرشح اساسي للفوز بالبطولة. هل حسام حسن هيقدر يجاري المديرين الفنيين للمنتخبات اللي صعدت فنيا في الملعب؟ المنتخبات اللي صعدت كلها بتلعب كورة فنيا وتكتيكيا وبدنيا، وعندهم كل حاجة مقومات لاعب كرة القدم، من اول المدير الفني لحد حارس المرمى وراس الحربة. هل كابتن حسام حسن هيفضل معتمد على الكرة الطولية الهجمة المرتدة بمعنى اصح، اللي هو يلعب دفاعي في كل المباريات ويستغل تقدم المنافس لنص ملعب ويلعب الكرة الطولية لمحمد صلاح ويستغل سرعة محمد صلاح في الادوار اللي جاية؟ طبعا الفكر ده مش هينفع خالص مع المنتخبات اللي بتلعب كورة لأسباب كتير، اولها تنظيمها الدفاعي، ثانيا الانتشار الجيد في الملعب، ثالثا معاهم مديرين فنيين بيقدروا يقروا كل لحظة في المباراة، مش مجرد ان هو بيحط التشكيل وخلاص يلا استعنا على الشقة بالله ويستنى نتيجة المباراة. لا، المديرين الفنيين المشاركين في الادوار الحالية كلهم مديرين فنيين دارسين ومتعلمين وفاهمين كورة وبيديروا بشكل كويس المباريات. منتخب مصر اعتبر عقدة كوت ديفوار في بطولة افريقيا بذكريات 2006 زي ما قلنا، اللي وقتها كان منتخب كوت ديفوار مدجج بالنجوم، بس وقتها كانوا نجوم شابة. عدينا بقى لمرحلة افريقيا 2008 اللي منتخب كوت ديفوار برضو كان مدجج بالنجوم اللي عندهم خبرة، ومنتخب مصر كان بيلعب وقتها باللعيبة المحلية، ما كانش فيه غير لاعب او اتنين اللي هم محترفين، ومع ذلك منتخب مصر فاز عليهم برضو في نفس الادوار في افريقيا. في مباراة بكرة ان شاء الله منتخب كوت ديفوار اللي عنده التكتيك وعنده الانتشار وعنده التنظيم وعنده اللياقة البدنية وعنده التحركات وعنده المدير الفني وعنده امكانيات لعيبة تنفذ فكر مدير فني عايز يفوز بالمباراة، وعنده مدير فني عايز يفك عقدة المصريين لكوت ديفوار في افريقيا. هل كابتن حسام حسن هيقدر يجاري منتخب كوت ديفوار بطريقة اللعب الدفاعي؟ مبدئيا كده لو حسام حسن بدأ على اللعب الدفاعي هيبقى عليه العوض في منتخب مصر ومش هيكمل البطولة. عندنا مشكلة في خط النص لمنتخب مصر، وعندنا مشكلة كبيرة في خط الدفاع لمنتخب مصر. منتخب مصر مش بيعتمد غير على اللعب الفردي وعلى حراسة المرمى والاتنين المحترفين اللي عنده اللي هم دايما ثابتين في التشكيل. فأتمنى من كابتن حسام حسن ان هو يستغل افضل جناحين على مستوى العالم محمد صلاح عمر مرموش، يبدأ بمصطفى محمد اللي بيربك اي دفاع وبيفكك اي دفاع وبيضغط على خطوط الدفاع، ونص الملعب يحط لاعب بيعرف يستحوذ على الكوره ولاعب يعرف يستخلص كوره ويبني هجمات. مين اللاعب الموجود حاليا في منتخب مصر اللي يقدر يعمل الكلام ده؟ هو امام عاشور. ورا في خط النص الدفاعي يكون حمدي فتحي ومحمد شحاته، دول بيعرفوا يستخلصوا كوره دفاعيا، فهيساعدوا امام عاشور ان هو يبني هجمات وينقل الكوره من تلت الدفاع لمنتخب مصر او من نص ملعب منتخب مصر لنص ملعب كوت ديفوار.
ويا ريت نحاول نهتم بالضربات الثابته كويس في المباراه دي، لان احنا عندنا لعيبه في الالتحامات الهوائيه كويسه وبتعرف تلعب براسها في الضربات الثابته، فنحاول نلعب على النقطه دي. كل التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله بعد المباراه نعمل حلقه للاحتفال بفوز منتخب مصر على كوت ديفوار وقربه لنهائي افريقيا ويفوز بالبطوله ان شاء الله. لايك وشير، واشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله.